طيب شباب، الدرس الثاني بيتكلم عن تفاعلات الاحتراق والتلوث البيئي. يلا بينا نشوف الكلام على ايه. اول حاجة، الاحتراق عشان يحصل يا شباب محتاج عندي 3 حاجات: وقود وحرارة واكسجين. خليني اسألك كده، هو الانسان البدائي اللي هو الانسان قبل ما يكتشف الحضارة اللي احنا فيها دلوقتي دي، لو دي اسمها حضارة يعني، الانسان اكتشف النار ازاي؟ هو في البداية بدأ يلاحظ النار اللي جاية من البراكين، النار اللي جاية من البرق، وعرف إن في حاجة اسمها نار يقدر يستخدمها في طهي الطعام، يقدر يستخدمها في مواجهة الحيوانات المفترسة. فبدأ يدور إزاي يعمل النار دي. بدأ الموضوع معاه بإنه يخبط حجرين في بعض، وانتقل لحاجة أسهل بإنه يبدأ يحك الخشب في بعضه. فمع الاحتكاك، يعني هو كان بيجيب خشبتين ويبدأ يحكهم في بعض. اكتشف انه لما بيحصل احتكاك بين الخشبتين لفترة طويلة بيتولد حرارة، والحرارة دي بتديله نار، ومن هنا كان اكتشاف النار. طب تعالى كده نفكر. هو اولا عمل مصدر حراري من الاحتكاك، ما الاحتكاك سبب حرارة. طيب الخشب ده قابل للاشتعال ولا مش قابل للاشتعال؟ قابل للاشتعال. يبقى هو جاب مادة قابلة للاشتعال، يبقى هو حقق الشرط الأول اللي هو حرارة، جاب مصدر حراري، بعد كده جاب مادة قابلة للاشتعال. وطبعا الكلام ده بيحصل في الهواء، فالهواء فيه أكسجين، يبقى كده هو حقق ال3 شروط بتوع الاحتراق. يبقى عشان يحصل احتراق لازم يتوفر عندي ال3 حاجات اللي هم بسميهم مثلث الاحتراق أو مثلث النار: مادة قابلة للاشتعال، أكسجين، طاقة حرارية. طب تعالى كده نشيل حاجة من ال3 دول. لو الإنسان ده بدل ما يستعمل الخشب مثلا يعني استعمل الإزاز، جاب زجاج، والله لو حك الزجاج من هنا لمدة قرن مش هيشتعل. ليه؟ لأن الزجاج غير قابل للاشتعال. طيب يبقى أنا لو شلت عنصر أو لو شلت حاجة من ال3 دول اللي هو مادة قابلة للاشتعال، أكسجين، طاقة حرارية أو مصدر حراري، يبقى مش هيحصل احتراق ببساطة جدا. طيب تعالى اعمل الموضوع ده في مكان مغلق جدا ما فيهوش أكسجين، برضو مش هيحصل احتراق لأن الأكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال. بس يا سيدي ده كان الاحتراق. طيب تعال ننقل بقى النقطة التانية. ايه يعني ايه درجة اشتعال ويعني ايه قابلية الاشتعال؟ زي ما وضحت لك، لو انا جيت مثلا جبت ورقة وجبت قطعة ازاز، تمام، وحاولت اولع الورقة واولع قطعة الزجاج، الورقة هتشتعل عند درجة حرارة معينة، يبقى هي اذا قابلة للاشتعال وبالتالي لها درجة اشتعال، عند درجة حرارة معينة هتشتعل. لكن الزجاج غير قابل للاشتعال وبالتالي ملوش درجة اشتعال. يبقى انت كده عرفت ايه الفرق بين درجة الاشتعال وقابلية الاشتعال. قابلية الاشتعال هي المادة اصلا هتشتعل ولا لا. طيب درجة الاشتعال لو هي بتشتعل عند درجة كام، عند درجة حرارة كام. فمثلا يعني لو جبت كوباية مليانة مية زي اللي قدامك دي وكوباية فاضية، الطبيعي ان الكوبايه المليانه ميه هتاخد وقت اطول على ما تشتعل. ليه؟ لان الميه احنا عرفنا درسنا في تانية اعدادي ان الحراره النوعيه بتاعتها كبيره، وبالتالي هتمتص درجه حراره كبيره فتاخد وقت اطول على ما تحترق. تمام. لكن لو انت فضلت لحد ما الميه تجف، طبيعي ان الكوبايه هتحترق في ثواني جدا. وبالتالي اصلا انا عارف ان الكوبايه دي تحترق بسرعه. طيب يبقى يقول لي اللي خلى الكوبايه دي تحترق أسرع إن هي وصلت لدرجة الاشتعال بتاعها أو درجة الاشتعال بتاعتها قبل الكوباية اللي فيها مية. لأن زي ما قلت لك المية قللت أو خلت الحرارة اللي داخلة تمتص، هي بتمتص الحرارة اللي داخلة، فخدت وقت أطول. طيب حلو قوي، يبقى كده دي وصلت لدرجة اشتعال قبل التانية. فبيقول لي لا يبدأ الاحتراق إلا عند وصول المادة إلى درجة الاشتعال الخاصة بيها. يبقى اقدر اقول ان درجة الاشتعال خاصية مميزة للمادة، زي الحرارة النوعية كده اللي كنا بنتكلم عنها في تانية اعدادي. يبقى درجة الاشتعال هي اقل درجة حرارة يجب ان تصل اليها المادة لتبدأ في الاشتعال وتستمر في الاحتراق تلقائيا. قابلية الاشتعال تعبر عن مدى سهولة وسرعة اشتعال المادة عند درجات الحرارة المحيطة بها،
تعبر عن مدى سهولة وسرعة اشتعال المادة. يبقى دلوقتي هل المادة أصلا قابلية الاشتعال، معناها هل المادة أصلا هتشتعل ولا لأ؟ المواد القابلة للاشتعال زي البنزين والكحول تصنف بأنها مواد ملتهبة. تعال بقى أفهمك حاجة كده. البنزين والكحول دايما بيبقى فيهم تركيب كده اسمه OH، اللي هو الهيدروكسيد، انت المفروض عارفه يعني. فالأو اتش ده المفروض ان انا معايا اكسجين وهيدروجين، والهيدروجين انا عارف ان هو قابل للاشتعال، والاكسجين بيساعد على الاشتعال. فبالتالي التركيب ده لما بيبقى موجود في ماده، فالماده دي بنقول عليها ان هي قابله للاشتعال. قشطه. قشطه، الحته دي مش عليك، بس يعني عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. لما المواد دي بتكون موجوده في خزانات بنحط عليها علامه للتحذير وكده يعني. طيب اللي عدى ده كله حماده، واللي جاي حماده تاني خالص. انت المفروض حته الاحتراق والكلام الفاضي اللي فاتك ده كله سهل جدا بالنسبه لك. طيب ازاي بقى عود الكبريت بيشتعل؟ اولا انا زي ما قلت لك الانسان قديما دور على ايه؟ اول حاجه دور على الاحتكاك عشان يديله حراره. يبقى انا عايز حاجتين يحتكوا ببعض. طيب بعد كده دور على ماده قابله للاشتعال، ماده قابله للاشتعال. حلو قوي. تالت حاجه يكون عندي اكسجين. طب ده اللي وفرته عشان اعمل عود كبريت محترم. بص اللي قدامك ده، الحته اللي هي بتبقى في العلبه بيبقى فيها ماده زي الرمل او الازاز، وهنا برضو بيبقى فيه رمل او ازاز، فالاتنين يحتكوا ببعض، فيبقى كده انا ايه وفرت مصدر الحراره. طيب الخشب قابل للاشتعال، الخشب اللي بيبقى مصنوع منه العود قابل للاشتعال، وبيبقى فيه هنا ماده كده قابله للاشتعال اسمها برضو الفوسفور الاحمر. الفوسفور الاحمر هنا وهنا. الفوسفور الاحمر ده لما بيحصل احتكاك بيتحول لفوسفور ابيض، والفوسفور الابيض ده قابل للاشتعال تلقائيا. تاني، يبقى انا معايا هنا رمل او ازاز، وهنا رمل او ازاز، الاتنين بيحتكوا ببعض، فبكده بقى عندي مصدر حرارة. هنا فوسفور احمر وهنا فوسفور احمر، لما يحتكوا ببعض يتحولوا لفوسفور ابيض، ده قابل للاشتعال. يبقى انا كده وفرت قابلية الاشتعال. الهواء ده موفر لي الاكسجين اوريدي، يبقى كده الاتنين بيشتعلوا. يبقى كده التلات حاجات متوفرين عندي. فاضل بس حاجة بسيطة، انا عايز اضمن ان الشرر اللي طالع ده يكون اكبر ما يمكن. عايزه يكون بنسبة كافية بحيث ان هو يولع ايه، يولع عود الخشب ده. اصل الشرر اللي هنا لو ما كانش بنسبة كافية، ساعتها عود الخشب ده مش هيولع، ممكن يوصل هنا ويطفي. فعشان كده بحط حاجة اسمها عامل حفاز او عامل مؤكسد. بحط عامل مؤكسد عشان يزود عملية الشرر ده. العامل المؤكسد اللي بحطه اسمه كلورات البوتاسيوم. كلورات البوتاسيوم اول ما يحصل احتكاك وتشم ريحة الحرارة بتبدأ تتفكك لكلوريد بوتاسيوم واكسجين. الاكسجين ده يبدأ يساعد في زيادة التوهج بتاع الشعلة دي، ويخلي التفاعل أكبر وأسرع. حلو كده، يبقى أنت فهمت الليلة أهو. عندي احتكاك، عندي مواد قابلة للاشتعال زي الفوسفور الأحمر، عندي بحط عامل مؤكسد زي كلورات البوتاسيوم اللي هو الكي سي ال او 3. فكلورات البوتاسيوم اول ما تشم الحراره بتتفكك لكلوريد بوتاسيوم واكسجين، والاكسجين بيخلي راس العود بتاعه الخشب يشتعل بشده اكبر واسرع. تمام، حلو قوي كده. طيب تفاعلات الاحتراق معناها او التعريف بتاع الاحتراق هو تفاعل كيميائي بين ماده والاكسجين عشان يديني حراره او ضوء او الاثنين. يبقى ماده بفعلها مع الاكسجين فبتديني حراره او ضوء، يبقى ده اسمه احتراق. وبتديني ماده جديده بتختلف حسب نوع الماده المحترقه. تعال كده ناخد المغنيسيوم. اول حاجه طبعا انا هتكلم عن احتراق الفلزات، وبعد كده هتكلم عن احتراق اللافلزات. بيقول لي هات قطعه مغنيسيوم، يبقى ده الفلز اللي عندك، وهات قطعه فحم، ده اللافلز اللي عندك، وتعالى نحرقهم الاثنين ونشوف. بص كده انا حاطط لك الاثنين لوحدهم اهوت عشان يبقى الدنيا واضحه معاك. المغنيسيوم اول ما امسك المغنيسيوم احرقه في وجود الاكسجين يبدا يتوهج بضوء ابيض ساطع كده ويديني ام جي او.
وده مش جديد عليك. لما اجي اوزن زي ما كنا بنوزن، يلا انا داخل باتنين اكسجين خرجت بواحد، يبقى اضرب هنا في اتنين الاقي المغنيسيوم بقى اتنين، يبقى كده ظبطت معايا الايه المعادله. طيب بالنسبه بتاع قطعه الفحم دي اسمها كربون. ادي الكربون لما اجي اولعه في وجود الاكسجين يحترق ويديني ثاني اكسيد الكربون، غاز بيتصاعد كده. طيب نوزن هلاقي المعادله اصلا موزونه ما فيهاش مشكله. هنا بقى بيقول لي انت عندك حاجة مشتركة بين الفلزات واللافلزات، الاتنين لما بيحترقوا بيدوا لك أكسيد، بس الفلز بيديك أكسيد فلز واللافلز بيديك أكسيد لافلز. طب إيه الفرق يا مستر؟ ده اسمه أكسيد فلز فبيديني أكسيد قاعدي، بيبقى اسمه أكسيد قاعدي. لما أجي أدوبه في المية يديني محلول قلوي. لما أجي أدوب معظم الأكاسيد القاعدية تديني محلول قلوي. افهمك دلوقتي ايه اللي بيحصل. طيب ثاني اكسيد الكربون ده اسمه اكسيد حامضي، لما اجي ادوبه في الميه يديني حمض. تعال نشوف. لو انا مسكت الام جي او، مش ده الاكسيد، دوبته في الميه، ايه اللي بيحصل؟ فاكر التبادل المزدوج؟ دي المفروض ان هي اتش او اتش، المفروض ان الميه اتش او اتش والمغنيسيوم هيتبادل معاها، فهيديني ام جي او اتش باي 2 زائد H2O. طيب ده محلول قلوي، ده محلول قلوي بيدوب في الميه. عرفت منين ان هو محلول قلوي؟ لو حطيت عليه ورقة عباد الشمس هتتحول للون الازرق، يزرق. لو حطيت عليه ورقة عباد الشمس هتزرق. طيب لو مسكت ثاني اكسيد الكربون، لو مسكت هنا ثاني اكسيد الكربون وفكيته في الميه هيديني حمض الكربونيك اللي هو ال H2CO3. وطبعا حمض ال H2CO3 بيحمر ورقة عباد الشمس، لو حطيت عليه ورقة عباد الشمس هيحمرها، فده حمض. تمام؟ يبقى عرفنا إن الفلزات بتحترق وتكون أكسيد قاعدي، وأكسيد القاعدي ده لما يدوب في المية يديني محلول قلوي، واللافلزات بتحترق وتديني أكسيد حامضي، والأكسيد الحامضي ده بيديني حمض، ده بيحمر ورقة عباد الشمس، والقلوي بيزرق ورقة عباد الشمس. اربط القاف مع القاف، القاف من قلوي أو قاعدي يبقى اسمها يزرق، القاف من هنا مع القاف من هنا، والحاء في حمض مع يحمر ورقة عباد الشمس. تمام؟ يبقى الحاء مع الحاء والقاف مع القاف. يبقى بيقول لي يحترق المغنيسيوم بضوء ابيض ساطع ويتكون مسحوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم اللي هو MgO. تحترق معظم الفلزات وتنتج اكاسيد قاعديه، وبعض الاكاسيد بيدوب في الميه مكونا محلول قلوي يزرق صبغه دوار الشمس. طيب تعالى على اللافلزات، يقول لي يتوهج الفحم اللي هو الكربون ويتصاعد ثاني اكسيد الكربون. تحترق معظم اللافلزات وتنتج اكاسيد لافلزيه حامضيه، ومعظم الاكاسيد دي بتدوب في الميه مكونه احماض وبيتحمر ورقة عباد الشمس. وبس يا سيدي، ده كان الجزء الأول من الدرس ده.